ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. الناس فاكرة ان النجاح والحظ ليهم علاقة ببعض. النجاح يعني الحظ، لازم الواحد يكون محظوظ علشان يكون ناجح. لكن ده مش صح تماما، دي طريقة تفكير غلط. اغلب الناس زي ما قلت لك قبل كده بيبقوا عاديين او افريج او متوسط. الشخص العادي او الشخص المتوسط بيكون حظه عادي ونجاحه عادي. الشخص اللي بيشتغل على نفسه بيكون نجاحه قوي، ودايما بيشد ليه الفرص من كل ناحية. ممكن تبقى انت عايز تبقى مغني، ممكن عايز تبقى ممثل، ممكن تكون عايز تبقى صاحب شركة في مجال التكنولوجيا، ممكن تبقى عايز تبقى لاعب كورة. بتبقى فاكر ان كل اللي حققوا نجاح كبير زي ده بيبقوا مثلا عندهم حظ كويس او هم اتولدوا محظوظين او كان عندهم فرص معينة. صحيح في ناس بتتولد بصحة كويسة وبجينات كويسة، بتتولد في بلد متقدمة، بتتعلم تعليم كويس، بتتولد في عيلة كويسة جدا، عندها مراكز ومناصب، بيبقى ليها علاقات. كل دي طبعا حاجات بتساعد في ان الواحد يوصل للنجاح اللي هو عايزه، ويوصل لأعلى درجات النجاح كمان. لكن مش معنى كده ان النجاح حظ، لا 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 لا. النجاح يعني تخطيط ومجهود. كل الحاجات دي بتخلي الناس تفتكر ان النجاح يعني حظ. حتى لو واحد عرف يوصل لحاجة معينة عن طريق مثلا علاقات او واسطة او محسوبية، لو ما عملش مجهود وما عندوش المهارات اللازمة علشان يفضل مكمل ويقعد يطور من نفسه، فجأة هيخسر المنصب ده او هيخسر الهدف ده او هيقع او هيفشل. وانا بتكلم عن اهداف كبيرة زي دي، مش مجرد اهداف صغيرة ان انت تفتح مشروع او كلام من ده. في حاجة اسمها ايسبرج افكت، يعني تأثير جبل التلج. انت بتبقى شايف نجاح الشخص من بره، ما بتشوفش هو عمل قد ايه مجهود. زي مثلا لما قلتلك ان في حاجة اسمها ايسبرج افكت او تأثير جبل التلج. انت بتبقى بس شايف النجاح، ما بتشوفش ان هو بذل وقت وجهد وفشل كذا مرة ووقع كذا مرة، وجاله احباط واكتئاب وقال لا انا مش هكمل، ورجع يكمل تاني، وقعد يضحي بحاجات كتير، وقعد يستثمر في وقت وطاقة. ولما بيكون وصل للنجاح اللي انت عايزه، انت بس بتشوف النجاح، هو ما بيبقاش يتكلم عن كل الحاجات اللي مر بيها دي. لما يكون عندك هدف لازم يكون ليه 100 طريقة، مش طريق واحد بس. لو طريق واحد بس هينتهي بيك الوضع انك انت مش هتعرف تحقق اي حاجة. لو انت عندك هدف وبتحاول توصله وملهوش غير طريق واحد بس، خلاص تمام، كمل فيه. بعد كده ممكن تكتشف مثلا ان في هدف اكبر منه. الهدف اللي اكبر منه ده ليه 100 طريق ولا ليه طرق كتيرة تقدر تحققها بيها، مش شرط 100 طريق يعني. تخلي ده هدفك بقى، اللي هو خلاص انت اكتشفت هدف ليه 100 طريق او ليه طرق كتيرة. زي مثلا ستيف جوبز، كان نفسه يبقى غني، بس ما كانش متوقع ان هو هيبقى صاحب شركة مايكروسوفت. لو كنت سألته من الاول انت هتبقى غني في مجال ايه، ما كانش هيبقى عارف. هو قاعد يجرب كذا طريق لحد ما بقى غني بشركة مايكروسوفت. عشان تكون ناجح لازم تضيف مش تنافس بس. لازم تكون بتضيف حاجات محدش يقدر يضيفها زيك، حاجة بتميزك عن الباقي. مشكلة المنافسة إنها بتخليك تبص جنبك ووراك، فده هيخليك ترجع خطوات لورا. وأنا كنت بواجه المشكلة دي لما حبيت أعمل قناتي على اليوتيوب. كنت بقعد أشوف يوتيوبرز تانيين، فكنت برجع خطوات سواء في المونتاج أو في طريقة الإلقاء. تعال نشوف مثال تاني. انت حابب تبقى مغني ورحت اشتركت في برنامج ارب ايدول. طبعا انت بيبقى ليك طريقة رقصة معينة، طريقة غنى معينة، ليك ستايل معين في الغنى، بتحاول تميز نفسك عن باقي المتسابقين او باقي المشتركين. بيبقى طبعا في فايز واحد وبتعتقد ان انت كده خلاص فاشل، لا، انت كده مش فاشل ولا حاجة. انت تقدر تضيف وتميز نفسك. مش معنى ان في واحد كسب وانت مثلا خدت المركز الثالث او المركز الرابع او المركز الخامس ان انت كده فاشل، لا. النجاح مش بيبقى كده، النجاح بيبقى عبارة عن الإضافة. الإضافة، انت بتقدر تضيف ايه، انت بتقدر تميز نفسك عن غيرك بايه. لو انت حابب تبقى مليونير وبتضيف حاجات بمشاريعك اللي انت عاملها وبتميز نفسك، انت كده هتبقى في قمة الناس الأغنياء، في التوب. وخلي بالك الغنى ده مش لكل الناس، ناس قليلة بس هي اللي هتبقى غنية، معظم الناس بتعيش حياة عادية. لما تبقى مركز وعارف انت عايز ايه وتبدأ تعمل خطوات، الفرص هتظهر ليك واحدة واحدة. وفي يوم من الأيام هتكون فخور بالمجهود اللي انت بتعمله، وانك كل شوية تقع وتحاول تاني، تقع وتحاول تاني. ساعتها هتعرف ان النجاح ملوش علاقة بالحظ.
لازم يكون في خطوات، ولازم يكون في منهج انت بتمشي عليه، ولازم يكون عندك انضباط كل يوم ملتزم باللي انت بتعمله. معظم الناس مش بتبقى ناجحة ولا بتحقق حلمها علشان بيبقى مجرد حلم، تمني، شغف. اه طبعا الشغف هو خطوة كويسة جدا وبتبقى عارف انت عايز ايه، بس لازم بقى تبتدي تاخد خطوات على ارض الواقع وتطور من مهاراتك ويبقى عندك التزام، بتعمل الحاجة كل يوم كده وعندك رغبة انك تبقى ناجح وقوي ومميز في مجالك. شكرا جدا واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة. السلام.